بنات سمعتوا عن هذه البنت اللي سوت حقن دهون وكل ما نزلت تجلس يعني طلعت ريحة مرة شينة كأنها ريحة شيء مرة مقرف. فالبنت هذه نزلت الفيديو قالت أنا سويت حقن دهون وأنا جلست سنة كاملة تطلع مني ريحة مرة شينة من الفتحات اللي هم يعني يحقنوني وكذا، تطلع سائل مرة ريحته مقرفة، وإني أنا مهما سويت ومهما فعلت ريحة السائل هذا ما تروح، وإن الناس ممكن تشمني من على بعد كيلو. المهم فيديوها هذا بيوم وليلة انحذف. طيب المهم حذفوه الناس اللي مستفيدين من الموضوع، فجاء عليها ريبورت كثير وانحذف. طلعت واحدة ثانية تتكلم، واحدة هي يعني تشتغل راقصة الله يهديها. المهم قلت في الحمام المهم فهذه الراقصة كانت تقول ان انا عندي بالملهى اللي كنت اشتغل فيه وحده مره كنت احبها وشخصيتها تجنن، بس كانت فيها هذه الريحه، بس ان الفرق ان هذه كانت مره مستوعبه ان الريحه قويه، لانها لما تدخل حمام وانتو كرامه ولا شيء تقول لهم لا احد يدخل وراي، خلوني لا احد يدخل وراي، فهي مستوعبه ان هي عندها هذه المشكله. المهم فتقول انا اضطريت اني اخذها يعني عفوا اني اتركها، لان يعني وانا اكون معها تكون الريحه مره قويه فما يجوني زباين، يعني ما ادري. عادة يا بنات ارتفع ضغطي مرة، تدرون ليه؟ لأن بالنسبة لحقن الدهون وبالنسبة للعمليات أنا ما سويتها، طيب بس أعرف ناس سووها. بالعربي إحنا هنا ما عندنا وحدة تقول تجربتها بالصدق، ما في وحدة تقول لو تسمعين إنه أوه تساقط شعري، أوه الفيتامينات، أوه ما أدري، ما حد بيقول لك تجربته الصحيحة، وما حد بيقول لك يعني مثلا أعرف وحدة توها مسوية العملية، ما يعني وش أقول لكم التعب اللي مرت فيه، حتى ركوع ما تقدر تركع، النوم على البطن 24 ساعة. ولحظة في شيء ما تعرفونه، إذا أنت عندك مبلغ وقدره عشان تسوين العملية لازم يكون عندك مبلغ وقدره قده مو قده يعني بس المهم كبير انك تسوين مساج بعد العمليه اللي هو المساج الليمفاوي، وهذا مو رخيص. وترى المساج الليمفاوي يكلمونكم عليه كانه اوبشنال، ترى مو اوبشنال، لانك اذا ما سويتيه يتخشب جسمك، يتخشب وبعدين ايش مثلا من فوق الملابس ممكن تكونين زينه مع احيانا يبين، بس من تحت الملابس يكون في كذا مطبات، والمساج هذا مو رخيص. هذا غير بنات المشد ما تقدرين تفكينه ابدا، المشد غالي مو رخيص، بس انت تحتاجين مشد ثاني مو مشد واحد، والمشد بمبلغ وقدره. ومو بس كذا، المشد هذا تلبسينه ولازم تشقينه، ومن خلال هذا الشق تروحين الحمام وانت بكرامه، مو بانك مثلا تشيلين تروحين الحمام. بنات غير احتباس السوائل، غير يا بنات تحتاجين ميزانيه عشان تسوين ليزر ازاله الاثار، لان اثارها بتكون باينه، اثارها مستحيل ما تكون باينه، وتحطين جل السيليكون، بتحطين كل شيء، بس غالبا احنا بشراتنا تبقع، وانت محظوظه يمكن ما يبقع، بس هو بالغالب تحتاجين جلسات مليون الف ريال عشان تشيلين الاثار. واللي تسوي العمليه وتطلع على طول وتقول انا عادي اقدر امشي اقدر ما ادري ايش، بنات هذه وحده محظوظه ما شاء الله تبارك الله، او انها ماخذه مخدر بعد العمليه يخدرها مده اسبوع شيء زي كذا، ما اعرف في شيء يسوونه كذا، او انها يعني تاخذ حبوب قويه مره للالم، والحبوب القويه مره للالم اذا تاخذين حبتين يومين ورا بعض، ثلاثه قولي 4 5 عشان تطفين الالم تجيك قرحه معده. يعني البنات موال كثير، واللي يقهر انه ما في بنات يكتبون تجاربهم بالعربي صح. اذا انت ما تعرفين انجليزي بتتوهقين، لان البنات اللي يعرفون انجلش يروحون يدورون بالمواقع الثانيه، والمواقع الثانيه بصراحه شفافين بتجاربهم ويقولون، خصوصا الامريكيات واللاتينيات ومدري مين. زبدة هذا الفيديو بنات، لو انت شفتي احد سوى العمليه، لو انت سويتي العمليه، لو انت تشتغلين في القطاع الصحي، اكتبوا لنا الاشياء المتوقعه تحت مره ضروري، خلوه مرجع يعني اعتبروه صدقه علم، لان انت ما تدرين يمكن اللي انت تقولينه يحفظ بنت من التهاب، يحفظ بنت من مشكله ممكن تهدد حياتها، فهمتوا؟ المهم